بسم الله اللفظ، الاسم الكريم لفظ الجلالة علم على ربنا سبحانه، حتى قال بعض العلماء هو اسم الله الأعظم، ولذلك لم يثنى ولم يجمع، لا جمع له ولا تثنية له. ولذلك قال ربنا سبحانه هل تعلم له سميا، هل تعلم أحدا تسمى بهذا الاسم الذي هو الله، على أحد التأويلين في الآية. وهذا الاسم اختلف أيضا أهل اللغة في اشتقاق، هل هو مشتق أم ليس بمشتق. فقالت طائفة من أهل العلم، منهم الشافعي ومنهم الخطابي ومنهم الإمام الحرمين أبو المعالي الجويني ومنهم الغزالي، بل نسب هذا المذهب أبو حيان إلى الأكثرين، قالوا هذا اسم مرتجل ليس بمشتق لا اشتقاق له، وهو علم موضوع على ربنا سبحانه. والألف فيه ألف واللام، الله، هذه ألف ولام لازمة ليس لتعريفه ولا لغيره. وذهبت طائفة كثيرة من العلماء أيضا إلى أنه مشتق، وهذا ينقل عن سيبويه وعن شيخه الخليل، واختلفوا في اشتقاقه. فقال الطائفة الله هذه الكلمة الاسم الكريم مشتق من آله يأله، بمعنى عبد يعبد، وزنا ومعنى. تأله العبادة، قال رؤبة بن العجاج الرجاز المشهور لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. الغانيات تعرفون الغانية؟ ما هي؟ أحسنت، هي المرأة المستغنية بجمالها عن وضع الزينة. لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. يعني لما رأيناه قد تأله تعبد وتنسك استرجعنا قلنا إنا لله وإنا، يعني هذه مصيبة عندهم، هذا يتنسك ويتعبد، المفروض هذا ايش بقى يدير؟ واشتقاقه، معنى الاشتقاق هنا ظاهر، لأن ربنا سبحانه هو المعبود بحق، وما سواه مما عبد فقد عبد بظلم من غير استحقاق للعبادة. قال الطائفة لا، إنما هو مشتق من آلهة يأله، أصلها والها يوله إذا تحير، لأن ربنا سبحانه تتحير فيه الفكر والألباب، ولا يحيطون به علما. قال طائفة لا، اشتقاقه من آله يأله ويأله أي قصد، كما قال الشاعر ألهت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم فيها كريما ممجدا. ألهت إليكم أي قصدتكم، وربنا سبحانه مألوه لأنه تألهه الخلق يألهونه أي يألهون إليه أي يقصدونه في حوائجهم وشدائدهم. قال طائفة لا، إنما اشتقاقه من لاه إذا احتجب، ومن ذلك قول الشاعر لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها ظهرت كيما رأيناها. لاهت احتجبت، وربنا سبحانه لا تدركه الأبصار. قال طائفة لا، اشتقاقه من لاه إذا ارتفع، ومنه سمت العرب الشمس إلهة لارتفاعها. العرب لم تعبد الشمس فلم تسميها إلهة لأنها عبدتها، لكن سمتها إلهة لأنها مرتفعة. قالت أمية بنت عتيبة اليربوعية تروحنا من اللعباء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تؤوبا. أعجلنا الإلهة أي الشمس. قالت طائفة لا، أصل الله أصلها الإله. طيب كيفاش هذه؟ أصلها إله دخلت عليها للتعريف فصارت الإله، ثم حذفت الهمزة تخفيفا
فقيل غلط. الإله حذفت الهمزة تخفيفا فيقال، لا يقال الله، غلط. لا غلط أيضا. ماذا يقال؟ الإله حذف منها الهمزة، ماذا يقال؟ ها؟ ايش تقول؟ لا سيدي، لا يقال الله. قال لي لا، راه الا قلتي الإله راه خليتي الهمزة غير درتي لها النقل. أحسنت. ايش تقال؟ يقال الله. انتم لماذا تفخمون؟ هاي اللام حرف يفخم، ما حروف تفخيم. خص صدرتين قيض، هذه هي حروف التفخيم بينها اللام، لا، لكنهم فخموه تعظيما فقالوا الله. قالوا هذا يعني أنتم تقول الناس مشاوا، الناس جاوا، الناس فعلوا، الناس كذا. هذه الناس ما أصلها الأناس، حذفت الهمزة منها تخفيفا، لأن العرب كما تعلمون تأتي إلى هذه الأسماء التي يكثر دورانها على الألسنة فتخففها، والهمزة شيء ثقيل. قال وربما أظهرها وهو قليل، كما قال ذو جدن الملك الحمياري أحد أذواء اليمن، وغلط من نسبها لعابد بن أبرص: إن المنية يطلعن على الأناس الآمنين فيدعنهم شتى وقد كانوا جميعا وافرين. إن المنية يطلعن على الأناس، قالوا فهي أصل الأناس، أصل الناس، حذفت الهمزة كما هذه. واستدلوا على هذا بقول البعيث: معاذ الإله أن تكون كظبية ولا دمية ولا خميلة ولا عقيلة ربرب. معاذ الإله، قال هذه معاذ الله، كما قال أيضا عمرو بن كلثوم: معاذ الإله أن تنوح نساؤنا على هالك أو أن نضج من القتل. طيب سألناهم: ما دليلكم على أن معاذ الإله هي معاذ الله وظهرت الهمزة؟ قالوا: لأن هذه الكلمة كلمة معاذ هذه من المصادر التي لم تستعملها العرب مضافة إلا إلى لفظ الله فقط. العرب لا تقول معاذ الرب، لا تقول معاذ الرحمن، لا تقول معاذ الجبار، تقول فقط معاذ الله فقط. هذا البعيث فصيح من فصحاء العرب. عمرو بن كلثوم من الجاهليين من يحتج بعربيتهم، مفهوم؟ وقالوا معاذ الإله، معنى هذا أنها معاذ الله ظهرت همزتها. وقد يوجد أوجه أخرى للكلام على اشتقاق الاسم الكريم. واعلموا أن كل ما ذكرناه وما طويناه كله فيه النقاش. يعني عندما يجيك واحد يقول لك الله مشتق من كذا، لا تحسبوا أن الناس سلموا له، يعني هذه غلط هذا ويناقشوا، والمناقشات طويلة جدا. لماذا أنا أذكر لكم هذه المذاهب الطويلة الكثيرة؟ لتعلموا عمل الذهن المسلم، عمل العقل المسلم، عمل غريب. هل تدرون من أين يؤتى المسلمون الآن؟ من عقولهم التي لا تعمل. ترى الإنسان عقله يقبل الشيء أو يقبل نقيضه، ولا يقع عنده شيء في الذهن، والهاني يمشي ياكل ويشرب وينعس ويضحك ومخه فيه الشيء النقيض ديال الشيء. لو وقعت لأحد هؤلاء الذين ذكرت لكم كل شويه الدخان طالع ليه من مخه لأنه عنده شي حاجة تتلاقى ليه، ما يمكنش. لا هنايا ما كاين حتى مشكل. يقولوا بارد وسخون مولاي يعقوب. ها هو بارد وسخون جمعت لك. كيفاش بارد وسخون؟ راه بارد او سخون، ما يمكنش بارد وسخون. واش يكون بارد وسخون؟ ما يمكنش. يقول لي هذا راه حي وميت. يعني الأذهان هذه، تلك أذهان المسلمين، تلك عقولهم، لتفهموا كيف نقل هذا الإسلام أمة كانت تعبد شيئا ثم تأكله إلى هذه القمم من التفكير. اختلاف في الحرف، لا أنت تقول لي أصل إله ولا لا يكون الإبدال من كذا إلى كذا، شيء يدهشك يطير له لبك. هذه القوة الفكرية الجبارة التي أنتجها القرآن في عقول هؤلاء الناس.